أستاذ حازم، حضرتك كام مرة كان في حوار بينك وبين إيمان؟ وكل مرة طبعا مع الأسف الحوار طبعا بيبقى فيه عجالة شديدة. لا أخفيك سرا يا هشام بيه. إيمان طبعا بتعامل معاملة عادية جدا جدا جدا. ما فيش أي امتياز هي بتتمتع بيه في محبسها في قسم رود الفرج. نفس التوقيت أو المدى الزمني الخانق الضيق اللي ممكن مثلا يحصل في الزيارة لأطرافها وسجرائها اللي محبوسين معاها طبعا من المتهمات. هي نفس المده. فتخيل حضرتك مثلا ان احنا مثلا بنخش الزياره، ببقى انا والحاج محمد ووالدتها واختها. فيعني هي بتقسم علينا الكلمات، يعني هي عايز تطمن على والدها، اخباره ايه وعامل ايه وحد بيأذيه ولا لا، حد بيتعرض له ولا لا. طبعا والدتها طبعا مش بتصحى جايبها طبعا طول الوقت كانت، وبتصمم ان هي طبعا تبقى تطمن عليها. اختها الصغيره، على فكره اختها الصغيره تعتبر بالنسبه لايمان بنتها، يعني اصغر شقيقات ايمان تعتبر بالنسبه لايمان بمثابه الابنه. والبنت طبعا متأزمه نفسيا جدا. ايمان دايما بتخرج لنا دايما متعرقه ومتسفه. ايمان دايما بتخرج تعبانه ومجهده. ايمان الامراض اللي طبعا بتعاني منها، وطبعا ما بتقدرش انها طبعا تتلقى طبعا جرعات العلاج. للامانه الشديده طبعا يعني حاشا وكلا ان يكون في الامر برضه تقليل من مجهودات القائمين على اسم رود الفرج. لكن طبعا يعني ده اسم، يعني ده مش سجن مثلا عمومي او سجن من سجون الحبس الاحتياطي ملحق بمستشفى. فالقصه هناك بتبقى صعبه. تمام. بس غصب طب عنك. يعني خلينا برضو وهرجع تاني للسؤال. يا استاذ هشام، الزياره عباره عن دقيقتين. ما انا هرجع برضو لذات السؤال، ولكن خليني في حديث حضرتك تحدثت به في المحكمة انها مريضة مرض العضال. الناس كلها نفسها تفهم ايه مرض العضال، مش تريقة على المرض. والله يا فندم هقول لحضرتك على حاجه بمناسبه العضال. عشان اول مرة هو يعني هي مش موضوع عضال بس، يعني هو الواحد برضه يعني ايه يعني هو من حبسه برضه لا يحتسب وما كانش برضه يعني يقول بخاطره ان هو يا فندم هيقول ثلاث اربع جمل في الجلسه الافتتاحيه او الجلسه الاستهلاليه الاجرائيه للمحاكمه. يجعل بعض رواد المنصات طبعا اللي يكونوا طبعا مقدرين ومحترمين يفتحوا المعجم الوجيز عشان يبحثوا عن المعاني. يعني انا لاحظت لقيت ناس. طب ليه حضرتك يعني ليه بتطرق ابواب يعني التفسيرات عشان تبحث عن المعاني، مع ان يعني طبعا ليه احنا ما نريحش الجمهور ونعرفهم؟ ماشي. انا عايز بس قبل ما اريح الجمهور عايز اقول حاجه. هي لا سمح الله هو مش حذق. يعني المادة 18 19 من قانون السلطة القضائية بتقول أن لغة المحاكم العربي. بل وإن كمان المادة دي بتقول إن لو في أي لغة تانية طرحت أمام المحكمة يجب أن تعرب. بالظبط يعني كده. النهارده يا جدعان الخبر حكاية والحكاية خبر. النهارده سمعنا كلام المحامي إيمان الأستاذ حازم. أنا معرفش حازم إيه ومعرفش الصراحة، بس أنا قلت أنا شفته هو بيتكلم في المحكمة وسمعته هو بيتكلم في المحكمة، بس مكنتش أعرف اسمه إيه حازم إيه. فجينا شفنا في لقاء كان برضك مع قناة محترمة اتكلم على مرض النضال العضلي وبكل حاجة. انت بتقول يا فندم ايمان ما بتستعملش معاملة كويسة جوه المحبس او جوه الاسم شكل ما انت قلت. عاوز اقول لك على حاجة، معلش مش حاجة عيب ولا حاجة قلة ادب ولا اي حاجة، لا حاجة محترمة يا فندم. انت شايف دي بقت عاملة شكل الجاموس ازاي بالمعنى العربي يا جدعان؟ الناس اللي ما تعرفش لما بنلاقوا حد فحل ومش عامل شكل الجاموس. معلش واحدة لو مريضة نفسيا وما بتاكلش ولا بتشرب في الاسبوعين ولا الشهر ولا قدين اللي قعدتهم، خلاها يا عم شهر قعدتهم جوه المحبس اللي هو جوه الاسم او جوه المركز او جوه السجن، ما بتاكلش ولا بتشرب شكل ما هو بيقول، ما كانتش عرفت تجف. ده كانت واقفة بقلب المحكمة
الصورة اللي موجودة قدامكم ديت، وما لما شوحت للصحفي وقالت له ايه صور انتوا فرحانين في الفضيحة دي، كانت شيء او كانت واحدة ايه ما بتاكلش ولا بتشرب، ده محسسانا ان هي وهي طالعة كده من باب المحكمة وبتقول للصحفي كده ضربلها خروف لوحدها عشان تقدر تظبط طولها وتصبر. ايه اللي ما بتاكلش وايه اللي ما بتشربش؟ طبعا انا مش برد عليك بغلط ولا برد عليك بقلة ادب ولا باساءة شكل ما انت قلت وبيضحكوا. انا عمري انا بسمع الفيديو انا ممكن اضحك في اي حاجة تانية، بس بعمل الفيديو ده ما ينفعش يبقى فيه ضحك، ما ينفعش نستخف بدم الناس، ما ينفعش نهزر بحاجة غلط، لان احنا عندنا مشاهدين، الناس بتشاهد، الناس بتعرف تفرق ما بين ما بين القنادات الحلوة وما بين القنادات الوحشة، فما تعرف تفرق. فاحنا مش عاوزين ان احنا نقولوا ان انا اعمل عدد دقايق وخلاص واضحك وهزر، لا انا اعمل الفيديو يبقى جد، اعمل فيديو تاني يبقى فيه ضحك عادي، بس ما احبش اتريق على اي واحد. اصلا معلش انت محامي ايمان المرنوادي، ما انت نبقى قاعد تبقى محامي واحد مجدي وهنبقوا معاه، هتحصل لف ودوران. احنا ما بنحبش نشتم اي محامين لان المحامين ما لهمش اي اتجاه في اي قضيه. بس انا عندي حاجه واحده، اما ابوها اما انت قلت برضك وما بتعملش معامله المساجين العاديه يا فندم، انت بتقول ابوها وامها زاروها بدل مره كذا مره وانت كنت معاهم. طب عاوز اقول لك على حاجه، فاكر قضيه محمد عادل؟ فاكرها؟ امه ما زارتلهوش ولا هي ولا اخواته الا بعد الحكم ب4 شهور، ب4 شهور لا من بعد الحكم بشهرين 2 على ما امه جت زارته تاني، على ما امه زارته ولا شافته، عمرها ما شافته في التحقيقات، عشان بس نكون واضحين. لا اهل ايمان شافوها في التحقيقات، شافوها في المحكمه، شافوها بعد المحكمه، شافوها في كل حته بدل مره كذا مره. اهل محمد عادل ولا شافوه في التحقيقات ولا شافوه في النيابه ولا شافوه في المحكمه ولا شافوه بعدها، حتى كان ممنوع الا لما هم طلعوا كلموا قال لك احنا مش راضيين يدخلونا لابننا. جه قرار من المحامي العام نيابات المنصوره ودخلهم وخلوهم ان هم يزوروا ابنهم. شفتنا بقى المعامله، احنا مش بنشكك ولا بنشتم ولا بنقول اي كلمه عيب. قضاء بلدنا محترم ونزيه، نيابه العامه، حكومه، كل حاجه 100 فحضرتك امام بتتعامل معامله من احسن معاملات المساجين اللي هناك، احسن معامله المساجين اللي هناك. انت بقى تقول ان ايمان مريضة عضال ومش مريضة عضال مش ذنبنا، ما كانش عندهم ليه رحمة وهم بيعملوا في الشخص اللي هم عذبوه ده ليه؟ ما كانش عندهم رحمة ليه وهم بيعذبوه ويدوا المخدر ويدوله وهو بيتوسل بيهم ويقول لهم حاج ارحموني خدوا ما املك وسيبوني عيش، وهم ما رحموش. يا استاذ حازم، يا استاذنا الفاضل، راجع في كلامك. حضرتك انت مربي لجنك، يمكن انت تكون عارف ربنا ومش تشيخ وشيخ وعارف ربنا وتقرا قرآن وكده مربى على سنة الله ورسوله. طب ما تراجع بقى ربنا، راجع ربنا وقول ان ايمان ديت اخطأت، بس من حقي ومن حقها ان يكون لها محامي، صح ولا غلط؟ اعترف بخطأها. اما انت تقول لا ما اخطأتش ولا ما عملتش، لا تيجي ازاي؟ بس معلش اخطأت، واخطأت خطأ كبير جدا 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 جدا، اخطأت خطأ محدش يتوقعه، اخطأت خطأ في جريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد، وهي المشاكل ما قلت في كل لقاءاتي، قلت ان هي الوحيدة اللي المفروض تكون المتهم الاول والرئيسي والمدبر والمخطط، لان هي اللي اتصلت عليه وهي اللي جابته وهي اللي جابته للشقة وهي اللي كانت معاه، وهم اللي فحروا الفحرة الثلاثة. كانت المفروض مش احمد شحتة بس، مش هشكك في النيابة، هشكك في القضاء على راسنا، بس انا هنا بقول لك يا استاذ حازم هي عملت معاملة مش سهلة. عاوز تطلعها براءة، عارف اذا طلعت براءة واذا خدت وجه بره كده وحد شافها بره، انت تعرف ايه اللي هيحصل؟ تعرف ايه اللي هيحصل؟ الناس ممكن يموتوها في الشارع، الناس مش هيسيبوها في الشارع،
يعني هي المفروض تتعدم احسن، تتعدم في اوضه مقفوله، عايز تتعدم محدش يشوفها، عايز تتعدم هتموت الموت اللي ربنا كاتبها لها بدل ما بره. وانت عارف احنا الناس المصريين ما بتعرفش تنسى حاجه. ارجو منك ترجع لكلامك وترجع لربنا وترجع لكلام ربنا وتشوف هو قال ايه